روى أهل السير أن رجلا من السلف من أهل الأندلس يقال له أبو بكر البزاز، وكان يعمل في الخياطة، كان يحيك الثياب وكان يخيط الثياب. أبو بكر البزاز خرج حاجا من الأندلس إلى مكة على قدميه، وما كان معه كثير طعام ولا شراب. قال: وبينما أنا أطوف بالكعبة إذا بحزام ملقى على الأرض، وإذا فيه 100,000 دينار وعقد من اللؤلؤ الخالص. فقلت في نفسي: يا أبا بكر، إنك رجل فقير، لا زوجة عندك ولا مال لديك ولا بيت، خذ هذا فانتفع به. فقلت: والله لا آخذ هذا ولا أمد يدي إلى لقطة حرام في بلد حرام في وسط المسجد الحرام. فجعلت أنادي في الناس: أيها الناس، من فيكم فقد هميانا، يعني حزاما، من فيكم فقد متاعا؟ فما أجابني أحد. قال: فركبني من الهم ما ركبني، ومضيت مع الناس إلى منى. فلما وصلنا إلى هناك جعلت أنادي: أيها الناس، من فيكم فقد هميانا أو حزاما؟ فما أجابني أحد. قال: فصعدنا إلى عرفات فجعلت أنادي فما رد علي أحد. قال: وأصبت حينها بالوجع والألم والخوف الشديد أن أصبح هذا المال كله بين يدي وما أنا صانع به. قال: فلما عدنا بعد ذلك إلى مكة بعد أن جئنا إلى الطواف، طواف الحج، ناديت في الناس فما أجابني أحد. قال: فأصبت بهم عظيم، وأصبحت والله لا أترك مجمعا يجتمع فيه الناس إلا وأسأل الناس، إلا وأنادي على صاحب الحزام فما أجابني أحد. قال: حتى انطلقنا إلى مكان البحر ننتظر السفينة التي تنقلنا إلى الأندلس، وأنا أؤمل حينها أني أقابل صاحب هذا الحزام. قال: فبينما أنا أمشي بين الناس إذا بي أسمع رجلا من بعيد يقول: أيها الحجيج، وقد آن الانصراف إلى أهليكم والرجوع إلى بلادكم، أفيكم أحد وجد حزامي؟ قال: فأوقفته وقلت له: ما حزامك؟ فوصفه لي كأنه ينظر إليه. قلت: فماذا فيه؟ قال: فيه 100,000 دينار وعقد من اللؤلؤ الخالص. قال: فمددت يدي في متاعي وأخرجت حزامه وقلت: هذا والله حزامك، قد حفظ الله لك ذلك المال الحلال، وإني والله ما مددت يدي عليه. ففتح الحزام وأخذ مجموعة من الدنانير وأقسم علي أن يعطيني. قلت: والله لا أمد يدي إليه، وإني والله حفظته لك تكريمة لك، ولأني أعلم أن ما عند الله خير وأبقى. قال: فبكى الرجل ودمعت عينه ورفع كفيه يدعو لي بما لذ وطاب من الدعاء، ثم ركب سفينته ومضى. قال: وبقينا في الميناء 3 أشهر ننتظر السفينة التي تنقلنا إلى الأندلس. قال: حتى جاءت سفينتنا فمضينا في البحر 6 أشهر، لعب بنا الموج وجاءت ريح عاصف فانقلبت سفينتنا وغرق أكثر الحجيج، وبقيت أنا ومجموعة نتمسك ببعض أخشاب السفينة وما ندري ما الله صانع بنا، في شدة ظلمة الليل وفي شدة سواد البحر، حتى أغمي علي فما أفقت إلا وأنا على شاطئ جزيرة على الرمل، والصبية الصغار يضعون الرمل على وجهي يقولون: عمنا مات، عمنا مات. قال: فلما فتحت عيني ذهب الصغار إلى داخل القرية ينادون الأشياخ على الجزيرة يقولون: لقد استيقظ الغريق، لقد استيقظ الغريق، تعالوا. فجاء الأشياخ فلما سقوني الماء وردت إلي نفسي وروحي قالوا: لي من أنت؟ قلت: أنا حاج جئت من بلاد بعيدة وقصدت مكة، ولما عدت انكسرت السفينة ومات الحجيج. قالوا: قد علمنا ذلك وقد رأينا بعض من نجا وبعض من مات، فمن أنت؟ قلت: أنا أبو بكر البزاز. قالوا: أبو بكر البزاز صاحب القرآن الذي في الأندلس؟ قلت: نعم. قالوا: الله أكبر، والله تلك الغنيمة العظيمة، لقد عوضنا الله. قلت: ويحكم يا قوم، بما عوضكم الله؟ قالوا: والله مات مقرئ قريتنا الذي يعلم أبناءنا القرآن، وأنت الآن تبقى في قريتنا تعلم أبناءنا القرآن. قلت: يا قوم، لي والد ووالدة وأنا من الأندلس. قالوا: قد كفيت ذلك، إنك في هذه الجزيرة لا يمر بنا سفينة إلا في كل سنة مرة، وإنك تبقى معنا عام كامل. قال: فاستعنت الله جل وعلا وبقيت أعلم أولادهم القرآن وأدرس شيوخهم القرآن حتى مضت 6 أشهر. فقال لي بعض كبار القرية: يا أبا بكر، أولك في النكاح؟ قلت: ومن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن لا مال عندي ولا مؤونة. قالوا: قد كفيت ذلك، إنا نزوجك بابنة شيخنا الذي كان يعلم أبناءنا القرآن، تلك والله فتاة حافظة لكتاب الله جميلة عندها المال والخير الكثير. فلما زفوني إليها
في ليلة عرسي نظرت إلى جيدها ورقبتها فإذا العقد الذي وجدته في مكة، فجعلت أبكي أقول في نفسي سبحان الله سبحان الله، وبقيت الليل كله أصلي. فجعلت تلك الفتاة تنادي الأشياخ تقول تعالوا أدخلتموني على رجل لا يعرف السنة في ليلة عرسه، إنه ليله كله يصلي ويبكي. فجاء الأشياخ يقولون يا أبا بكر ما بالك تبكي الليل كله؟ فلما جعلت أقص عليهم القصة وأقول إنني وجدت هميانا في كعبة الله جل وعلا وأنا أطوف وأنادي عليه فما يجيب أحد، فجعلت أحدثهم وعيون القوم تدمع فجعلوا يبكون بكاء شديدا. قلت يا قوم كنتم تصمتونني وأنا أبكي والآن أصمتكم وأنتم تبكون؟ قالوا والله يا أبا بكر منذ أن رجع أبيها من الحج وهو يدعو في سجوده يا رب زوج ابنتي للرجل الذي وجد العقد في مكة.